هنتكلم بقى في الفيديو دوت على ازاي تختار عدسات نظارتك لما تكون سنك فوق ال40 سنة. طب هتقول لي ايه الفرق؟ الفرق في نقطة، ان فوق ال40 بتبدأ قدرة العدسة بتاعت العين انها تظبط تشوف البعيد بوضوح وتشوف القريب بوضوح. هذه القدرة بتبدأ تقل تدريجيا. يحصل ان هو الحاجة القريبة مش قادر، محتاج يبعدها. فبينقسم عندنا ناس كان نظرها، اللي هي الناس اللي نظرها زي الفل، ما عندوش عيوب ابصار خالص. ده لما بيجي بيعدي ال40 ويخش في ال45 كده، بنقول له والله انت هتحتاج نظارة قراية للحاجة القريبة، للموبايل والقراية وكل ما هو قريب في ايدك على ايه، بدرجة معينة. الناس بقى اللي عندها قصر نظر، مثلا درجة ونص، درجتين قصر نظر، دول محظوظين ان هم ما بيحتاجش نظارة قراية، لان هو اصلا بيقدر يشوف القريب بسهولة. حتى لما بيعدي ال45 وبيوصل ل50 برضه بيشوف القريب بسهولة. اما بقى الفئة اللي عندهم طول نظر واللي عندهم استجماتيزم، دول بقى عندهم مشكلة ان هم محتاجين نضارتين. نضارة تظبط النظر على المسافات، لان هو اصلا بيلبس نضارة للمسافات بحكم انه عنده طول نظر او استجماتيزم او الاتنين مع بعض، ونضارة للحاجة القريبة. اذا الراجل دوت هيتكتب له مقاس نضارتين، نضارة للمسافات ونضارة للقريب. فدي بقى بتبقى عامله شويه لخبطه. يبقى بقى مثلا واحد مثلا بيتعامل قاعد على مكتب وبيبقى قاعد قدام كمبيوتر ومحتاج يبص على الموبايل، بيلاقي نفسه بيبدل بين النضاره دي والنضاره دي. فهنا لو انت ما عندكش عيوب ابصار خالص، يبقى انت هتحتاج نضاره للقرايه، للقريب يعني عموما، بس مش محتاج غير كده. اما لو انت عندك قصر نظر فانت مش محتاج. اما لو انت عندك طول واستجماتيزم انت محتاج نضارتين. في طبعا ان انت تعمل نضارتين لما تكون انت مش متمرس قوي في لبس النضاره، لا اعمل النضارتين دول منفصلين. في اوبشن بقى تاني، مرحله تانية اكثر عمليه وكويسه، ان انت تعمل مقاس النضارتين دول في نضاره واحده. جزء من العدسه بيبقى للمسافات وجزء من العدسه بيبقى للقرايه والقريب. ودايما الجزء بتاع القريب بتلاقي تحت كده في النص التحتاني من النضاره، فبيبقى في خط كده في النضاره. في ناس برضه ما بتحبش الخط دوت. المرحله الاكتر من كده، من هي اللي عدت دي، اسمها الباي فوكال، زي اللي على العدسه اللي على الشمال. في بقى مرحله العدسه اللي هي المالتي فوكال او البروجريسيف. البروجريسيف عباره عن مجموعه عدسات مدمجه من اول المسافات فوق، ونص العدسة هنا الرؤية اللي هي المتوسطة، اللي هي زي مسافة دراعك أو مسافة شاشة الكمبيوتر، والجزء اللي تحت خالص بتاع القراية. العدسة البروجريسيف ما فيهاش الخط دوت، فبتبقى مية واحدة، بس برضو عايزة تدريب، سواء دي أو دي عايزة تدريب. فالنضارة الباي فوكال أو النضارة المالتي فوكال، دول بيخلوك تشوف الموبايل، مسافة الكمبيوتر والبعيد بنفس الدرجة، ودي ميزة كويسة. لكن احنا في النهاية بقول لك ان ده مدخل ان شاء الله علشان فهم عدسات الزرع داخل العين. وشكرا لحضرتك.